اخيرا وسام ابو علي خارج النادي الاهلي لنادي كولومبوس الامريكي بمبلغ 9 مليون دولار، عشان تعتبر دي اغلى واعلى صفقه في تاريخ الكره المصريه لحد دلوقتي. وسام بالنسبه لي ما كانش اكتر من لاعب محترف سويدي بجنسيه فلسطينيه. ده انت حتى يا وسام ما كانش معاك جواز سفر عشان تلعب بيه في منتخب فلسطين، والاهلي اللي طلع لك جواز السفر. انا وسام جبته بمليون 800، بعته ب9 مليون، صفقه ناجحه بالنسبه لي جدا. الفكره بقى دلوقتي ان انا احاول اجيب واحد مكان وسام بنفس امكانيه وسام. انا مش هتكلم على وسام اكتر من الناس اللي اتكلمت عليه ولا هقطع فيه، الراجل قفل كل حساباته، وبالنسبه لي دلوقتي هو لعيب مش في النادي الاهلي فبالسلامه. وانت بالنسبه لي مش من ناشئين الاهلي اصلا، انا واحد عشت وشفت حسام وابراهيم لبسوا تيشيرت الزمالك، وشفت رمضان صبحي بيطلع بره النادي الاهلي، فانا بالنسبه لي متوقع اي حاجه ممكن تحصل. انا واحد بالنسبه لي شايف ان الكوره والانتماء قبل رمضان صبحي حاجه وبعد رمضان صبحي حاجه تانية خالص، فمفيش حاجه ممكن تاثر فيا بعد كده. يعني اللي يضايقك بقى في موضوع وسام ان الميديا الزملكاويه مش مهتمه بس غير بموضوع وسام، بعيد بقى عن الصفقات بتاعتهم اللي ال3 و10 رايحين يجيبوا اللعيبه الكاس واللعيبه الفريق كلها، وكل يوم يشد لك جرس الانذار والعيال الصغيره تقعد تسقف لهم وايه صفقه جديده صفقه جديده. انت راجل بتارجت كونفدراليه، فكك مني بقى. اللعيب بالنسبه لنا كان عايز يمشي، اعترض بقى، ما وحش التدريبات، ما وحش الجلسات، ما وحش الاشعاعات. الراجل جاب العقد اللي الاهلي وافق عليه وقال له مع السلامه امشي. ما اضطرناش بقى ان احنا نتحايل عليه ونبوس ايده ونطلع في الميديا نقعد كل يوم نتحايل عليه ونشوف اراء الجمهور وعشان خاطرنا اقعد والنبي اقعد، واروح اجيب وزير يقعد معاه واجيبه قدام الناس ويقول لي قدرني عايزني مشيني. جو رخيص ده يا باشا مش بتاع الاهلي، احنا بعيد يا جماعه، احنا في حته تانية خالص. واللي يضايقك اكتر اللي الزمالك بيعمله مع حامد حمدان هو ده اللي بيتعمل مع الاهلي في وسام، هي نفس الفكره، بس انت ما بتحب تشوف الكلام ده. انت بتضغط على حامد حمدان عشان يسيب فريق ويجي لك، والفريق التاني بيعمل نفس الحوار، بيضغط على وسام يضغط على الاداره عشان تسيبه. هما الاتنين واحد، بس انت طبعا ما بتشوفش الحاجات دي. طبعا حاجه اخيره هقولها على موضوع امام كان متصنف في الاهلي فيها اولى، لما بعتنا جبنا تريزيجيه وزيزو الناس خدوا اعلى منه، فامام لما طالب ان هو يتحط معاهم في الفئه الاولى انا كاهلاوي شايف ان ده حق مشروع. امام اللي كان شايل الفرقه الفتره اللي فاتت، وامام انا شفته وشفت لعبه، انما زيزو وتريزيجيه لسه اشوفه. فالراجل لما يطلب انه يتساوى بالفئه الاولى انا شايف ان ده وضع طبيعي جدا. انتوا بس اللي تموتوا في الهري.